وصلوا وقتاش؟ نهار الأحد الخمسة متاع الصباح والبحر هذا جات دورية ملي وقفوا له ديريكت عيطوا له عرفت جايين لي هو ديريكت يعملوا له يا ميموني اجا حشتنا بيك مشى معاهم للمنطقة هزوا المنطقة غاديك الله اعلم شنو يعملوا له خاطر شافوه يجري على قضية خوه وما سكتش على حق خوه بداو درشنية قايدوا له محاضر وما نعرفش شنو كتو مطيش في المحكمة نتاع الناحية ماناش عارفين عليش على شنو معدين والحكومة هذه تعمل اللي احنا مع عائلات الشهداء وباش نحموا عائلات الشهداء هم يغرقوا فيهم عائلات الشهداء يبعثوا فيهم للحبوسات ما عندناش عندنا نهارين اخويا تو في الحبس ماناش عارفين عليه شنو على شنو هزيت. فيصل هو قار انه شقيق الشهيد سفيان الميموني هو احد شهود قضيه شاهد على البغديري اللي قتل له اخوه عمل مكافحه معاه في التحقيق في المحكمه العسكريه امام المحكمه العسكريه من بعد هي يخزر ايش صار فيه ولا جابوه لهم على نهارة المحكمه من اليوم وغدوه نتاع خوه يعملوا كي يهزوا للحبس علاش الله اعلم على شنو هزوه. شكون توا حاليا المحامين شنو الروايه اللي عطوها لهم يعني؟ ما عطاهم حتى شيء مازالوا ما عطاهم حتى شيء المحامين جاهم في المحكمه يشوفوا مازالوا ما هم عارفين حتى شيء على شنو شادين علاش الله اعلم تمشي لهم للمنطقه تسالهم علاش شادين يقولوا لك برا اخوك ربي يخفف عليه علاش بيخويا شنو يا عام يا اخي انتم تعمل لي ربي يخفف عليه علاش شنو معديه انت خويا لا عامل مشاكل لا هو شرشين لا حتى شيء خاطر يجري على قضيه خوه يجوا هما يعملوا له كاية معناها هل تعتبر انه ايقافه حاليا هو على خلفيه البغديري على خاطر البغديري اللي وقفوه هذا اللي تابعين البغديري يخدموا معاه موقفوا بغديري ما هوش موقف البغديري هاكم زادوا مرقين ويخدم على روحه علاش موقفينه فين كان يخدم؟ ما كان يخدم فرقة حي الربيع في كرتاج في كرتاج وشكون وقف فيصل؟ جماعة كرتاج الفرقة